خطف اللاعب المغربي رشاد فتال الأنظار مع بداية الموسم الكروي 2025-2026 بفضل الأداء الكبير اللي كيقدموه مع فريق ريال مدريد كاستيا تحت إشراف المدرب ألفارو أربيلوا. هادشي خلى الإعلام الإسباني يهضر عليه بزاف، وخلى حتى الاتحاد الإسباني لكرة القدم يتحرك باش يحاول يجلبه ويمنعه من اللعب مع المنتخب الوطني المغربي. وحسب جريدة ماركا، الاتحاد الإسباني دار اسم فتال في القائمة الأولية ديال منتخب لاروخا لأقل من 20 عام، وبغاو يقنعوه باش يلعب معاهم وماشي مع المغرب. ولكن فتال حتى هو كاين في القائمة ديال المنتخب المغربي لأقل من 20 عام، وهنا رجع الصراع بين المغرب وإسبانيا على اللعابة اللي عندهم الجنسية المزدوجة، بحال اللي وقع مع منير الحدادي، إبراهيم دياز، عبد الصمد الزلزولي وحتى لامين يامال. رشاد فتال تزاد في مدينة مرسية الإسبانية وعنده الجنسية المغربية والإسبانية. لعب في الأول مع منتخب إسبانيا لأقل من 17 عام، ولكن من بعد اختار يمثل المنتخب المغربي لأقل من 20 عام، ولعب معاهم 7 الماتشات وسجل 2 ديال الأهداف. يوم 3 يوليوز اللي فات انتقل رشاد فتال لفريق ريال مدريد كاستيا أقل من 21 عام، جاي من ألميريا، الفريق اللي بدا فيه أول خطواته في مسيرته الكروية.